اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في قناة فن الوصفة والطبخ والأمومة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير الشرقي بطريقة مبتكرة جدا وسهلة قوي. الناس اللي اول مرة هتعمله هينجح معاكي من اول مرة بالطريقة اللي احنا هنعمله بيها دي. ما فيهاش تعقيد خالص، ولا نفرد فطاير كتير ونحطها على بعض ولا الكلام ده خالص. هنشوف مع بعض في طريقة سهلة جدا جدا وهيطلع معاكي مورق واحلى بكتير من الطريقة التقليدية، وهنشوف مع بعض ازاي. زي ما احنا شايفين في منتهى الجمال وطعمه. مش قادرة اوصفلك حلو ازاي، فعلا جميل جدا جدا من فوق ومن تحت كده، واخد لون ومستوي جدا من جوه ومورق، حاجة روعة. لازم تجربيها بالطريقة دي ان شاء الله وتنجح معاكي زي ما قلتلك من اول مرة. هنعملها مع بعض ان شاء الله خطوة بخطوة، بس في الاول ما تنسيش تعملي سبسكرايب او اشتراك للقناة وتفعل علامة الجرس بالضغط عليها عشان يوصلك كل فيديو جديد اول باول، ولايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويقدروا يستفيدوا بيه. المقادير بتاعتي عندي 4 كوبايات من الدقيق، والدقيق لازم يكون دقيق قوي او اللي هو بيكون مكتوب عليه لجميع اغراض الطبخ. وعندي ميه فتره من الحنفيه عادي. كميه الميه مش هنقول مقدار بالظبط، بيرجع على حسب نوعيه الدقيق. ومعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر في العجان. ولو ما عندكيش عجان هتعجني على ايدك عادي خالص، مفيش مشكله. هنحط الدقيق وهنحط الملح والسكر، هنخلط بس كده مع بعض حاجه بسيطه جدا. وبعد كده هنبتدي ننزل بالمية بالتدريج لحد ما العجينة تلم معايا. وخدي بالك ما تنزليش بمية كتير علشان ما ترجعيش تزودي دقيق كمان. انا عايزة العجينة تلم معايا وتكون طرية ومطاطية وبتلزق حاجة بسيطة جدا. مش عايزاها عجينة مقفولة او ناشفة، انا عايزاها طرية ومطاطية وناعمة بتلزق حاجة بسيطة. انا هوريكي القوام بتاعها بالظبط المطلوب. ولو هتعجني على ايدك هتعجني مش اقل من 10 دقايق علشان الفطير بتاعك يطلع حلو ويتفرد معاكي كويس وما يتقطعش. فمهم جدا ان انتي تعجنيه كويس وتخدميه في العجن كويس جدا. زي ما انت شايفة كده العجينة ما بتلزقش معايا غير حاجة بسيطة جدا، يعني مش هلاقي كل ايديا فيها عجين لما اجي امسكها، لكن بتلزق حاجة بسيطة جدا في ايدي، وهو ده قوام العجينة المطلوب بالظبط. بعد كده هبتدي اجيب بايركس او صينية حاجة كبيرة يعني، شكل فيها العجين بتاعي لكرات. بس هدهنها بالزيت، زيت الذرة يفضل يعني يكون زيت ذرة، علشان انا محتاجة الكرات بتاعتي تكون متغلفة كويس جدا من كل الاتجاهات بالزيت، مش بالزبدة ولا سمنة. احنا نستعمل زبدة وسمنة بعدين، بس في الوقت ده لازم ادهن البايركس زيت. وبرضو يكون في طبق جنبي بعد ما اشكل الكرات هغمر الكرات دي في زيت الذرة برضو، تمام بالشكل ده. وبتشكلي الكرات كبير او صغير على حسب انتي حابة الفطير بتاعك كبير او صغير. وكمان لازم تاخدي بالك انه لو شكلتي الكرات كبيرة لازم يكون متوفر عندك مساحة كبيرة، الرخامة يعني هتفردي عليها الفطير بتاعك او الكرات بتاعتك يسع الفطير. فخدي بالك لو هتعمليه كبير يبقى لازم يكون عندك مكان كبير تفردي عليه، لكن لو ما عندكيش مكان يبقى هتشكلي الكرات بتاعتك لكرات صغيرة علشان تقدري تفردي العجين كويس جدا. بعد ما شكلتيه بالشكل ده هتغطيه وتسيبيه على الاقل ساعة. كل ما سبتي الكرات بتاعتك ترتاح كل ما اتفردت معاكي وما اتقطعتش وكانت سهلة عليكي. فيفضل ان انت تسيبيها اقل حاجة ساعة. في ناس بتوصلها الليلة كاملة، فاحنا مش عايزين نصعبها على نفسنا، هي ساعة كويس جدا. في الوقت ده هتحضري بقى الحشو بتاعك. انا عندي هنا عندي حوالي ساعة ونص. عندي هنا جبنة موتزاريلا وجبنة رومي حطيتها في الكبة كده اتفرمت شوية حلوين. وعندي فلفل الوان احمر واصفر واخضر. وعندي هنا سجق معمول بالطريقة العادية جدا، اتسلق 5 دقايق كده واتحمر في شوية زبدة. وعندي هنا بقى شوية زيت على شوية سمنة بلدي، او ممكن شوية زيت على شوية زبدة، انتي تلعبي بقى في الحشوة براحتك جدا. عندي هنا صينية اللي هي الصينية الاستانلس الكبيرة قوي دي، تقريبا موجودة في كل بيت. انا هعملك طريقتين فرد وانتي اختاري ما بينهم. انا حبيت ان انا افرد على الصينية علشان الصينية سهلة بالنسبة لي ان انا ادورها وافرد الفطير كويس عليها. الفطير انا دهنته او الصينية دهنتها من تحت سمنة على زبدة، سوري سمنة على زيت.
بالشكل ده. وابتديت ان انا ادهن برضو الفطيرة من فوق بالمادة الدهنية دي، وبفرد بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بتتفرد معايا حلو جدا علشان مرتاحة كويس ومفرودة حلو. في هنا بقى طريقة حلوة جدا ان احنا هنشكل بيها الفطير. قسمتها عشان انا عاملاها كبيرة جدا، فقسمتها على 2، وزي ما انت شايفة كده من الجوانب فتحتها فتحات جنب بعض. وابتديت ان انا احط الحشو بتاعي جبنة موتزاريلا، وبعد كده سجق وفلفل الوان، وممكن تحطي زيتون وجبنة رومي، وبعد كده جبنة موتزاريلا. وبعد كده هبتدي ان انا اقفل الاطراف على بعضها واتني لجوه، بعد كده اقفل الاطراف على بعضها واتني لجوه زي ما انت شايفة كده في الفيديو. كل مرة بحط طبقة فوق طبقة، لازم ادهن من المادة الدهنية اللي عندي. ولا شايفة انه طرف العجينة في الاخر او الفطيرة تخين وهيكلكع معاكي، ممكن بعد ما خلصت الطريقة دي تشيلي اخر طبقة زي ما انا عملت كده، مفيش اي مشكلة خالص. لو انت بقى هتقطعي الكرات صغيرة او هتشكليها صغيرة، عملتلك طريقة تانية بتفرديها بالشكل ده. واهم حاجة زي ما قلتلك العجينة لازم تكون مرتاحة عشان تتفرد معاكي بسهولة، وترققي الفطيرة بحيث ان انت تشوفي الرخامة او المكان اللي انت بتفردي عليه تشوفيه على وش الفطير من فوق زي ما احنا شايفين كده. ولو اتقطعت حاجة بسيطة مفيش مشكلة خالص. بعد كده بتبتدي ان انت تقطعي الاطراف بتاعتها من الناحيتين، ويكون كل خط بتعمليه او كل حتة بتقطعيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده لازم يكون الناحية التانية برضو قصاده بالظبط، بتقطعي الطرف التاني قصاده. وبعد كده بتحطي الحشو بتاعك وبتكتري جبنة برضو عشان الجبنة بتمسك كل الحشو مع بعضه زي ما شفنا في اول الفيديو، بيكون شكله حلو قوي. بعد كده بتاخدي بقى الطرفين وبتقفليهم على بعض، وبين كل طبقة وطبقة بتدهني المادة الدهنية اللي عندك. وبعد كده بتطبقي لجوه وبتاخدي الطرفين اللي انتي قطعتيهم بتحطيهم على بعض وبتطبقي لجوه زي ما انتي شايفة كده بالظبط. هتطلع معاكي حلوة جدا ومورقة، من غير بقى ما نقعد نعمل فطيرة ونفرد ونحط التانية جواها وتالتة جواها ولا الكلام ده خالص. بتحطيها بقى في صينية وبتفرديها بالشكل ده، وبتحطي بقى عليها لو انت عايزة الفطير الشرقي وش بيتزا، بتحطي الجبنة موتزاريلا من فوق وعليها برضو رشة من الجبنة الرومي، وتحطي بقى زيتون، تحطي فلفل الوان، اي حاجة انت حباها تحطيها من فوق تحطيها. انا هعمل 2 كده و2 كده. وبتخليها بقى الفرن على اعلى درجة عندك في الفرن تشغليها. يا ريت لو الفرن تشتغل من فوق ومن تحت شواية وتشتغل عادي من تحت، هتطلع معاكي حلوة جدا. لازم تكون الفرن شغالة من قبل كده بربع ساعة، تكون يعني محققة درجة الحرارة بتاعتها. ده شكله هو جوه الفرن، هتلاقيه معاكي اتنفخ زي ما احنا شايفين كده، وبدأ ياخد لون من فوق ومن تحت. انا كنت مشغلة عليه من فوق ومن تحت مع بعض، وبيطلع وبتغطيه على طول علشان هتلاقيه مقرمش شوية اول ما بيطلع. فلو عايزاه طري بتغطيه ومفيش 5 دقايق بتلاقيه طري معاكي جدا وبقى زي الفل. الوصفة جميلة وسهلة وسريعة، وفعلا الولاد هيحبوها جدا جدا. في ناس كتير على فكرة بتحب تاكله برا بس مفكرتش خالص تعمله في البيت. بعد ما تتفرجي على الفيديو ده قومي حالا واعمليه، هيعجبك جدا. مش هتبطلي تعمليه في الاسبوع مثلا مرة او مرتين، لان انت هتشوفي بنفسك قد ايه هو سهل جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتك وان شاء الله تطبقيها وتنجح معاكي. وفي النهاية ما تنسيش تعملي سبسكرايب او اشتراك للقناة وتفعلي علامة الجرس بالضغط عليها، ولايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويقدروا يستفيدوا بيه. باي باي.